عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا تحدث فيه عن أمور ثلاثة: عن تحويل القبلة، وعن فرض الصوم، وعن فرض زكاة الفطر. وهذه الثلاث كلها حصلت في السنة الثانية من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأنبه هنا أن في كثير من النسخ من كتاب الفصول لابن كثير توضع عناوين بعد الفصل، وهذه العناوين ليست من صنيع المصنف رحمه الله تعالى، ليست من صنيع المصنف رحمه الله، وإنما من صنيع المحققين والطابعين للكتاب. ولهذا عندما يقرأ الكتاب ويقال قال ابن كثير فصل، لا يقرأ هذا، لأنه ليس من كلامه رحمه الله تعالى، وإنما ابن كثير يقول فصل ثم يسوق الكلام، والعناوين مضافة من قبل المحققين. قال فصل: في شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة على رأس 16 شهرا من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيح أي من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حين فرضت عليه الصلاة، قد علمنا أنها فرضت عليه قبل الهجرة، حين أسري به صلوات الله وسلامه عليه وعرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلاة هناك فوق السماء السابعة، ونزل بهذه الفريضة التي اختصت بهذه الخاصية وهذه الميزة من بين جميع فرائض الإسلام وعموم طاعات الدين، أنها فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق 7 سماوات. فمن حين فرضت عليه هذه الفريضة كان عليه الصلاة والسلام يستقبل بها كما أمر بيت المقدس، كان يستقبل بها بيت المقدس. ولما كان في مكة قيل إنه عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون مستقبلا بيت المقدس والكعبة أمامه. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مضى على ذلك مستقبلا بيت المقدس، مضى على ذلك من حين هجرته إلى المدينة 6 أشهر أو 7 أشهر، يعني 1 و4 أشهر أو 1 و5 أشهر، مضى على ذلك في المدينة يصلي مستقبلا بيت المقدس. وكان هذا يعجب اليهود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس. ولهذا حصل لهم كلام كما سيأتي عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فكان عليه الصلاة والسلام طوال هذه المدة من حين فرضت الصلاة ما قبل الهجرة وكذلك بعد الهجرة، هذه المدة 1 و4 أشهر أو 5 أشهر، مستقبلا صلوات الله وسلامه عليه بيت المقدس. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان متطلعا وطامعا في أن تتحول القبلة إلى الكعبة، ويقلب عليه الصلاة والسلام بصره في السماء طمعا راجيا من الله سبحانه وتعالى، حتى نزل عليه قول الله عز وجل:
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فنزلت هذه الآية التي فيها تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وتحول النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلى بيت المقدس وهو عن المدينة جهة الشمال إلى الصلاة إلى الكعبة وهي عن المدينة جهة الجنوب، أي جهة مغايرة تماما، جهة مغايرة تماما للجهة التي كان يستقبلها عليه الصلاة والسلام. كان أول ما هاجر إلى المدينة يصلي إلى جهة الشمال، ومضى على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم تحولت القبلة فأصبح الاتجاه بدل أن كان إلى الشمال إلى جهة بيت المقدس إلى الجنوب إلى جهة الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. وأول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الكعبة صلاة العصر. أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إلى الكعبة هي صلاة العصر. وفي مسجد قباء لم يبلغهم هذا الأمر إلا من الغد في صلاة الفجر، فمضوا صلاة المغرب وصلاة العشاء على القبلة الأولى، ثم بلغهم في صلاة الفجر فصلوا الفجر إلى جهة الكعبة. وجميع المساجد التي في المدينة في ذلك الوقت كلها كانت الصلاة فيها إلى بيت المقدس، ثم حصل التحول فيها إلى الكعبة. وبعضهم بلغهم ذلك وهم يصلون، يعني صلوا ركعتين إلى جهة بيت المقدس، وفي أثناء الصلاة أتاهم الآتي وقال: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحول القبلة وتحول إلى الكعبة. فاستداروا في الصلاة، استداروا في الصلاة وهم يصلون تحولوا. وتحولهم أن الإمام ينتقل من الجهة الشمالية في المسجد لأنه متقدما عليهم من جهة الشمال إماما بهم، يتحول من الجهة الأمامية ينتقل، وهذا يتطلب حركة في الصلاة، فينتقل الإمام من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية متقدما عليهم مؤتما بهم وهم يستديرون. وإذا كان في المسجد نساء والنساء لهن آخر الصفوف أيضا تكون الحركة أشد، بحيث يتقدم الرجال ويتأخر النساء، وهذه حركة كلها لمصلحة الصلاة، كلها لمصلحة الصلاة. فتحول بعضهم في أثناء صلاتهم بحيث صلوا جزءا من الصلاة إلى جهة بيت المقدس وجزءا من الصلاة إلى جهة الكعبة. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن جميع المساجد الموجودة في المدينة في ذلك الوقت كلها حصل فيها هذا التحول. هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حصل فيه التحول، ومسجد قباء والمساجد الأخرى التي في المدينة كلها حصل فيها تحول. ولهذا ليس هناك مسجد معين في المدينة يختص بفضيلة خاصة تتعلق بتحول القبلة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة، إذ كل المساجد، هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه تحول، مسجد قباء أيضا حصل فيه تحول. ولو كان هناك مسجد يختص بفضيلة لأجل تحول القبلة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة لكان هذا المسجد أولى بها، لأن حصل فيه هذا التحول. وأيضا مسجد قباء حصل فيه هذا التحول.
ولهذا تخصيص مسجد معين في المدينة يخص بفضيلة لهذا الأمر هذا مما لا أصل له، لأن جميع مساجد المدينة في ذلك الوقت حصل فيها هذا التحول. فهذه مسألة ينبغي أن تعلم. والقبلة الأولى بهذا التحول وبهذه الآية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت قبلة منسوخة، ولا يحل الصلاة إليها إطلاقا، ولا يحل الصلاة إلى هذه القبلة إطلاقا. وهذا يبين لنا الخطأ الفادح الذي يرتكب أحيانا بعض الجهال عندما يذهب إلى ما يسمى بمسجد القبلتين فيصلي إلى القبلة الأولى ثم يتحول ويصلي إلى القبلة الثانية، وإن كان نادرا وقليلا جدا إلا أن هذا خطأ فادح وعظيم جدا يدل على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فالقبلة منسوخة فلا تستقبل، لا القبلة التي بيت المقدس منسوخة لا تستقبل لا بصلاة ولا بدعاء ولا بأي عبادة، وأصبحت القبلة من حين التحول هي الكعبة، والتوجه في الصلاة والعبادة إنما يكون إليها فقط، إنما يكون إليها فقط. ثم ينبغي أن يعلم أن هذه القبلة التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها أمة الإسلام نعمة عظيمة يحسدنا عليها اليهود، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك. وجاء في المسند وغيره من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود يحسدوننا على ثلاث: يحسدوننا على الجمعة، يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على استقبال بيته الحرام الذي هدانا إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على قول آمين، ويحسدوننا على قول آمين. وهذه نعم كبار ينبغي أن نستشعر قيمتها ومكانتها، أن الله هدانا إلى الجمعة، هدانا إلى هذا اليوم وقد أضل عنه من قبلنا، وهدانا إلى القبلة بيت الله الحرام وأضل عنها اليهود، وهدانا إلى التأمين. فهذه نعم عظام من الله سبحانه وتعالى بها علينا وهدانا لها. ثم لله سبحانه وتعالى حكمة في بقاء القبلة وقتا إلى جهة بيت المقدس ثم تتحول إلى جهة بيته الحرام، وهذا محك وامتحان. تأمل الحكمة هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن ينقلب على عقبيه. فهذا محك. ولهذا لما حصل التحول من بيت المقدس إلى الكعبة بدأ اللغط من السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما الجواب على ذلك؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب، أي الأمر لله، الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. وأينما يوجه عباده حقهم عليه أن يطيعوه. ولو أمرهم سبحانه وتعالى أن يتجهوا في اليوم الواحد إلى أكثر من جهة للزمهم طاعته سبحانه وتعالى في ذلك. فحقيقة البر لزوم طاعة الله حيث يأمر عز وجل عباده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي أن حقيقة البر طاعة الله سبحانه وتعالى حيث يأمر عباده. فإن كان أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس يستقبلون بيت المقدس طاعة لله، وإذا أمرهم أن يستقبلوا البيت الحرام يستقبلون البيت الحرام طاعة لله.
فالأمر لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل من قبل ومن بعد، يحكم عز وجل بما يشاء، الشرع شرعه والحكم حكمه سبحانه. وهنا يتبين المحق من المبطل، والصادق من الكاذب، والمؤمن من المرتاب. ولهذا قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وعندما حصل هذا التحول للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حصل لدى عدد من الصحابة تساؤل عن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل التحول، ما شأن صلاتهم؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس إنما كانوا يصلونها إلى تلك الجهة طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره عز وجل، فهي الصلاة مقبولة لأنها قائمة على أساس الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تضيع عليهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا. قال رحمه الله: في شعبان من هذه السنة أي السنة الثانية للهجرة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قوله رحمه الله في شعبان هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن التحول إنما كان في شهر رجب في منتصفه، والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقوله رحمه الله في شعبان هذا قول لأهل العلم. وهناك قول آخر عزاه الحافظ بن حجر للجمهور، وهو أن تحول القبلة إنما كان في شهر رجب في منتصفه من السنة الثانية للهجرة. قال: وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه إلى المدينة أي مهاجره إليها، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيحين أي من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا أي حولنا نحو الكعبة. قال: فكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وصاحب له رضي الله عنه، كما رواه النسائي أي في سننه الكبرى في كتاب التفسير من سننه الكبرى. قال: وذلك أنهما أي أبو سعيد وصاحبه رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة. قال: فقلت لصاحبي: تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها، يعني يكون لنا السبق في الصلاة إلى الكعبة. قال: فتوارينا وصلينا إليها، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ.
لكن هذا الحديث إسناده غير ثابت، لأن في الإسناد مروان بن عثمان ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري ضعيف. مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري ضعيف في إسناد الحديث.